السلام عليكم. اول حاجه جمعه مباركه، وربنا كده يجعل الايام خير وسعاده علينا كلنا. النهارده شيء جميل قوي. انا بس عايز اتكلم على حاجه حصلت امبارح، وحاجه تانية متوقعين انها تحصل قريب. الحكومه بتاعتنا دي حكومه بجد كارهه للشعب المصري. الحكومة دي بتعمل كل ما في جهدها ووسعها انها تحارب الشعب المصري. ان الحكومة دي مش طايقة الشعب المصري، يعني هي بتقول يا احنا يا الشعب المصري في البلد دي. ده ليه بقى انا بقول كده؟ امبارح حصل ان هم البنك المركزي قرر المرة مش عارف الثالثة ولا الرابعة السنة دي خفض الفايدة على اللي هي الودائع اللي موجوده في البنوك. وكل الناس طبعا متوقعه ده وفاهماه متفهمه، وانا برضو متفهمه، بس الفكره ان الاحداث كلها مربوطه ببعض، ما ينفعش ان انت تعمل جزء وتسيب جزء. ليه بقى انا بقول ان الحكومه ضد الشعب؟ لان اول حاجه الناس كلها كانت متوقعه امبارح بالليل يوم الخميس ان البنزين يغلى. انا مش عارف هو غلي ولا لا بصراحه، يعني لسه ما روحتش مونت. ولو ما غليش الاسبوع ده هيغلي الاسبوع الجاي، لان هم قايلين ان هم هيغلوا. وفي نفس الوقت كله برضو مستني بعد ما البنزين يغلى الكهرباء تغلى، وبعد ما الكهرباء تغلى الغاز هيغلى، وبعد ما الغاز هيغلى الميه هتغلى. وهم قايلين كده، يعني الحكومه قايله كده من نفسها. فهي الفكره بقى اللي انا بقوله في ايه؟ ان الحاجتين ان الحكومه بتحاول تقلل فيهم في في القيمه بتاعتهم، اللي هي المدخرات الناس، اللي هي العائد على المدخرات، والحاجة التانية العقارات. وانا متفاهم برضو، برجع اقول لكم انا متفاهم ليه الحاجتين دول لازم ينزلوا، لان طبعا لما تنزل فايدة في البنوك فبتقلل فايدة اللي هي الاقتراض، والشركات تقترض ومش عارف ايه، والاستثمار والكلام ده كله انا متفهمه. وفي نفس الوقت انا متفاهم ان العقارات ثمنها مش طبيعي. بس هي الفكرة كلها ان دلوقتي الناس بتحط فلوسها في الحاجات دي علشان مفيش حاجة تانية دلوقتي مضمونة. ولا تقول لي مشروعات، ولا تقول لي انا اعرف ناس كتير قوي دخلوا مشاريع وكلهم فشلوا. في منهم اللي خسر فلوسه كلها، وفي منهم اللي خسر جزء كبير. فما تقوليش استثمارات ومش استثمارات. حاليا البلد غير مؤهلة الاستثمارات الصغيرة، هحددها بكده. فالمهم الحكومة دلوقتي انتوا جايين على ما يملك الشعب او ما يستطيع الشعب عمله. بتدوروا على ايه اللي الناس تقدر تعمله او اللي بيفيد الناس وبتدمروه. اللي انا فاهمه ان المفروض اما تقلل نسبة الفايدة، واما العقارات تنزل، واما مش عارف الدولار ينزل والكلام ده كله. الحمد لله الدولار نزل بقاله فترة، ودي برضو حاجة تانية، ان هو المفروض السلع ترخص. بس طبعا مفيش، ده كل حاجة عمالة تغلى. فطبعا هتزود البنزين، هيقوم كل حاجة غالية زيادة، مع ان الدولار المفروض هو نزل. مع ان بصراحة انا بقالي فترة عمال ادور يعني في موضوع الدولار ده. الناس بيقولوا ان هو في ناس، اكتر الناس تفاؤلا بيقولوا ان هو يوصل ل 45 جنيه، واحتمال السنة الجاية ينزل شوية. ناس اللي هي بيقول لك المتوقع ان هي يوصل ما بين 50 ل 55 جنيه. اكثر الناس تشاؤما قالوا ان هو يوصل حاجه و60. وفي بعض التقارير دي بقى اللي هي شايفه الدنيا سواد، قال لك ان هو ممكن يوصل ل 104. ده ربنا يستر، ورب يا رب يكونوا ما بيفهموش يعني. بس المهم يعني، فانت برجع لاصل الموضوع. فانت دلوقتي عندك الدولار نزل ولو جزئيا، فانت تقوم مدمر ان الدولار ينزل، او فرحه ان الدولار ينزل بان انت تنزل الفايده وتعلي البنزين، وهتعلي الكهرباء والميه والغاز. بتدمر حياه المواطن. واساسا التقرير زي ما انا قلت لكم، التقرير بتاع الامم المتحده على ما اتذكر اللي نزل عن خط الفقر في مصر، قال لك حسبها كده، لقى لك 10000 جنيه في الشهر، ده خط الفقر. اساسا الدوله بيقول لك الحد الادنى للاجور 7000، يعني الحد الادنى للاجور تحت خط الفقر. فانا مش فاهم الحكومه دي، الوزراء والحكومه اللي بيفكروا واللي بياخدوا القرارات والناس دي كلها، هل انتوا فعلا فاهمين اللي انتوا بتعملوه، ولا ماشيين كده هلهلي، ولا ان انتوا فعلا بتدوروا على تدمير الشعب المصري؟ انا مش عارف. هل هي في مخطط في دماغكم ان انتوا تدمروا الشعب
علشان توصلوا لشيء معين في دماغكم؟ مش عارف، لان بصراحه من اللي انا بشوفه انا بحس ان انتوا مستقصديننا، بتدوروا على ايه اللي يسود عيشتنا وبتعملوه. الله اعلم، يعني اتمنى ان اكون انا غلطان، بس يعني من اللي انا بشوفه ربنا يستر علينا، مش لاقي غير اقول غير ان ربنا يستر علينا. في برضو فيديو تاني هعمله على الفيديوهات اللي انا عمال بشوفها كتير على النت، البلطجه اللي انتشرت في البلد دي. ربنا يستر علينا. السلام عليكم.